اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن توبيك في نظري انا مهم جدا جدا للشغل، بالذات لو انت بتمرن لورا لعميل معين. الفتره اللي فاتت كان الناس اللي بتمرن لورا او الناس اللي بتعمل لورا النتائج ما كانتش احسن حاجه، وطبعا علشان احنا المجتمع بتاعنا بتاع الديزاينرز بيبقى هش شويه، ممكن بيكونوا بياخدوا الكلام على خاطرهم، فتلاقي ان الناس كلها بتشكر في الصور او صور الجميله، فما حدش بيبقى بيحط ايده على المشكله. يعني ما حدش بيقول لا دي الصوره دي باين انها اي، الصوره دي مش حلوه، الصوره دي فيها مشاكل في الاضاءه. كله بيعتمد ان خلاص هي اي واتعملت واحنا هنشكر الشخص اللي عملها دوت، ومش مهم بقى هو او يمبروف في حاله او ان هو يتحسن، مش فارقه. ولكن اللي انا اكتشفته انك انت لما بتيجي تخش للناس وتقول لهم انت عندك المشكله الفلانيه وتقدر تحلها بواحد اتنين تلاته، الفيدباك اللي انا دايما باخده في الكومنتس بيبسطني جدا، ان الناس فعلا متقبله لحته ان هي تحسن من شغلها. طيب احنا كان عندنا ثلاث طرق ان احنا بنمرن بيهم لورا. لا اما لوكال عندك على الجهاز، وده انا مش مع، يعني مش بريكومند البروسيس ديت الا لو انت عندك جهاز قوي جدا، قوي جدا لرينج القوي. يعني احنا بنتكلم في جهاز في 250 ألف جنيه مثلا، أقل من كده أنت بتضحي بجهازك، بتهلكه بمعنى أصح، كأنك بتعدن عليه. والطريقة التانية هي الطريقة بتاعة ويتس، وده ويب سايت بيترين لورا فري، ولكن ما فيهوش كنترول. وده اللي انا هكلمك فيه دلوقتي، ان ما فيش اي نوع من انواع الكنترول في ويتس، فمعظم الناس بتستخدمه والصوره زي ما تطلع زي ما تطلع، ويقول لك ما هو كده كده ده اللي اتمرنا عليه. واخر طريقه وهي ريبليكيت. ريبليكيت ده بقى المكان اللي هو يعتبر اللوكال، ولكن اونلاين، والاسعار بتاعته مش غاليه. يعني انا لما اوريك دلوقتي اللوره اللي انا بمرنها، انا قبل كده اتكلمت، انا عملت 4 فيديوهات عن 3 طرق، ومنهم فيديو لطريقه زياده كمان. فالفيديو بقى النهارده اللي جيت كان فيه عميل عايزني اظبط له صور، فانا جيت بدخل انا على ريبليكيت، بعمل على الموديل العادي اللي انا بمرن عليه، وفجاه لقيت ان هم من حاطين اناونس كده على الموديل، انك انت تقدر تمرن دلوقتي على الموديل السريع بتاعنا. الموديل السريع بتاعهم بيمرن على 8 كروت اتش 100، الكارت الواحد فيهم بمليون ونص. يعني كارت غالي جدا انك انت تجيبه، اصلا مش موجود في مصر يعني. وسعر سعر الكارت، يعني سعر الثانيه من الكارت ده 0.0122 بير سكند سنت. يعني الوقت واوريك الوقت اللي انا مرنت فيه، اللي الموديل اتعمل له ترين في دقيقتين و9 ثواني، مش 20 دقيقه زي الموديل القديم. هم كان عندهم موديل قديم، الموديل القديم بياخد انا وانا بصور، يعني وانا بعمل حوالي بتاع 19 ل 20 دقيقه، انما ده بياخد دقيقتين لتمرين اللوره ديت. بيبقى معاك لوره كامله تقدر تستخدمها للاشخاص وكده. الدقيقتين دول تكلفتهم دولار و20 سنت بالظبط، يعني في حدود حوالي 70 جنيه 75 جنيه في الرينج ده كده. طبعا اللي ما يعرفش اللوره ايه، اللوره ديت زي ميني موديل تقدر تمرن على بصورك انت. يعني انا بديله الصور بتاعتي، بعد ما بظبط الصور بتاعتي بديله الملف ده كده، بقوم جاي واخد الصور دي كلها حاططها في ملف مضغوط وبديله. هقول لك الطريقه دلوقتي واقول لك كل حاجه، ولكن انا بعد ما بديله الصور دي هو بيطلع لي نتائج بناء على الصور ديت. فانا بقى يعني عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، وتعالى بقى نبدا ندخل في الجزء بتاع الشغل. يلا بينا نبدا. طب يا سيدي، بالنسبه للطريقه اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، انا عايز اوريك الاول الفرق ما بين ويتس، والفرق ما بين الطريقه القديمه اللي انا كنت بستخدمها، والفرق ما بين الطريقه الجديده. ده النتيجه بتاعت ويتس. مشكله ويتس ان هو بيطلع الصوره فعلا تحس انها اي، مش احسن حاجه. انا ما بحبش النتائج بتاعت ويتس، ولكن ويتس فري بس للعملاء متعبه. ان انا بعد ما بخلص بضطر ان انا الكوفاي الكلام ده كله على الفوتوشوب تاني، علشان بما اني كنت في الكليه بنحت وكده، فانا بالنسبه لي ان انا بضطر ان انا اعمل الوشوش دي تاني، فحاجه منهكه جدا. وبالنسبه لحد ما بيعرفش يسكولبت، او محدش يعني حد ما بيعرفش ينحت، هيبقى ده بالنسبه له رعب، انك انت الصوره اللي انت لبستها ديت خلاص هي معاك، ومش هيقدر يعرف الحاجه دي غير صاحب الصوره نفسه. يعني لما اشوف صوره مش شبهي خلاص انا عارف انها مش شبهي، انما الناس اللي من بره هتبقى بالشبه كده تقول لك ده شبهك. فانا ويتس ما بحبش النتائج بتاعته لانها بتطلع الحاجه اي زي اللي الطريقه الثانيه اللي انا كنت بستخدمها ما كانت بتطلع الحاجه جودتها كويسه، ولكن كانت المشكله ان
ده انا بس في عالم تاني، يعني ده عالم موازي ليا، يعني لو انا رفيع بس أنا مش رفيع، انا تخين. فالنتائج يعني كانت حلوه، يعني انا لو شفت نفسي كده انا هبقى سعيد جدا، بس انا للاسف مش كده. تمام. وكانت النتيجه بتاعه التريننج الاخير اللي خدت دقيقتين، ده انا فعلا، يعني انا واحد بقول لك انه هو انا ممكن افتح لك يعني الموبايل عندي اعمله بالفيس انلوك بالصوره دي، نفس النظام الصوره دي، يعني دول انا بنفس اللوغ ده اهو، بنفس نفس كل حاجه. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم بعد كده، انا هقول لكم اصلا الكواليتي فظيع، يعني الكواليتي النتيجه بتاعت الصوره رياليستيك زياده عن اللزوم، لدرجه ان احنا كنا عملنا تيست مع بعض، يعني انا وواحد صاحبي كنا بنترين وبنعمل اللي هو ايه، مين فينا يقدر يطلع صوره الريت بتاعها على اللي بينديكيت دي اي اي ولا مش اي اي. وكانت الصوره بتاعتي واخده انها 0.5 اي اي و0.99.5 انها حقيقيه، وهي كانت اي اي. فانت عايز توصل للليفل ده، انت عايز توصل للحاجه انها تبان انها رياليستيك، مش تبان انها اي اي. جميل، بالذات لو انت شغال لممثلين، مغنيين، منتجات، انت تقدر تعمل كل الحاجات دي في اللورا. المهم نبدا نشتغل ازاي ونبدا نمرن اللورا بتاعتنا ازاي. اول حاجه قبل ما بندخل على الويب سايت لازم اجهز الداتا اللي انا هشتغل عليها. يفضل الويب سايت بيقول لك انك تشتغل من 10 ل 20 صوره، تقدر تزود اكتر من كده وتقدر تستخدم اقل من كده، بس يعني لا ينصح بهذا لان النتائج هتطلع مش كويسه. عن ويتس بيقول لك من 5 ل 30، ولكن في ريبليكيت يفضل 20 صوره، و20 صوره هقول لك على الطريقه اللي انت بتستخدمها عشان تطلع صور. ايه ال 20 صوره وازاي السبجكت يبقى كويس عشان تطلع منه لوره كويسه؟ دلوقتي لو انت حضرتك فوتوغرافر هتصور السبجكت بتاعك يعني بكاميرا كويسه عشان تطلع صور جودتها كويسه. مش لازم تدي ريبليكيت صور جودتها عاليه، ولكن الصوره نفسها تبقى جودتها عاليه. ايه الفرق ما بين صوره جودتها مش عاليه وصوره جودتها عاليه؟ كمثال تعال نشوف مثلا الكوليكشن ده من الصور دول، ديت الصوره متحوله ل 1024 في 1024، ولكن اللايت كونديشن والديبس اوف فيلد والحاجات دي كلها موجوده عاليه. فاهم الفكره؟ يعني هي متصوره بكاميرا كويسه، فبالتالي لما بتنزلها ل 1024 في 1024 الكاميرا بتساعد في ده. زي ما انت شايف دي قديمه قوي، دي صوره جودتها قليله لانها متصوره من موبايل، فبالتالي ما فيهاش تفاصيل. حتى لو انت خليتها 1024 في 1024 ما فيهاش تفاصيل كويسه، ولكن موجوده. انت دايما لازم بص، لازم تبقى الصور بتاعتك فيها 3 حاجات مهمين قوي. فيها ملامح مختلفه، مش ملامح قصدي تعابير مختلفه. ولازم التعبير تبقى تقيله، يعني مش مثلا انك انت بتضحك وبتزعق وبتزعل وكده، لا لازم ملامح كانك موشن كابتشر للعبه. فاهم؟ فبالتالي الاي اي هيبقى فاهم لما تيجي تقول له عايزه غضبان، عايزه سعيد، عايزه بيضحك، هنا بسنان، هنا من غير سنان، هو دايما عارف الكلام ده كله. عايز انك انت تحط في الصوره ملابس مختلفه، يعني هنا انت لابس ابيض، هنا انت لابس اسود، هنا انت لابس قميص، هنا انت لابس تيشيرت. حاول على قد ما تقدر تخلي في فرايتي في الجزء ده، لان اللبس برضو بيدخل جوه الحته بتاعت الترين. لو انت مش واصف له اللبس دايما هتلاقي الترين جايب لك اللبس اللي موجود في الترين في الست دي. اخر حاجه انت محتاج تعملها خلفيات مختلفه بنسبه معينه. انا واحد من الناس دايما بحب ان انا اصور على جرين سكرين. ليه؟ لان انا بعد كده ممكن اخد الكلام ده كله فوتوشوب واحط على كل صوره في خلفيه مختلفه. كده كده في التريننج هو مش محتاج انك انت تبقى عامل حاجه فانسي خالص، المهم ان تبقى الخلفيه مختلفه. ولكن في وضعنا الحالي بما اننا عايزين صور عاديه، انت كل اللي عليك تحط من 3 ل 4 صور بس بخلفيات مختلفه. وانا حققت دوت في الجزئيه دي. لو انا افترضت دي خلفيه مختلفه ودي خلفيه مختلفه ودي مختلفه ودي مختلفه، يبقى انا كده حطيت 4 صور خلفياتهم مختلفه. ده كده بالنسبه للحالات اللي لازم الصوره تبقى موجوده فيها. يمنع انك انت تحط صوره جودتها ضعيفه، يعني مثلا حاجه زي كده دي ضعيفه. جميل. انك تحط صوره انت مش واضح فيها دي غلط، ما ينفعش تتحط. انك تحط صوره فيها وشوش كتير دي غلط، ما ينفعش تتحط. يبقى فهم في حاجات معينه انا هنا بجمع الصور وبعد كده اختار ايه اللي يتحط وايه اللي ما يتحطش. برضو نفس النظام، لو انت عايز كونسيستنت كاركتر ما تحطش صوره لحد كان لابس يعني انا مثلا هنا من غير دقن عشان وقت الجيش. طب ماشي، طب ما الصوره اللي بعدها تبقى بدقن. او ان انا هنا من غير دقن ونضاره والصوره الثانيه لا بدقن ما ينفعش، مش هتظبط معاك. لو انت عايز كله بدقن يبقى كله بدقن ونضاره.
او على الاقل الاكسسوار مش مشكله انك انت تغيره، نظاره، طاقيه، الحاجات دي كلها عادي مش مشكله، ولكن الاساس في الفيشل بتاع الفيس. لو انت بدقن نثبت بدقن، لو انت من غير دقن يعني من غير دقن، وهكذا. ودايما انت زي ما انا هقول لك دلوقتي بعد كده لما تيجي تحط في البرومبت قول الحاجات اللي موجوده عندك. طيب يبقى انا كده ده بالنسبه للحالات اللي انا ما ينفعش اخدها وانا بمرن لورا، لازم ابقى كونسيستنت. الابعاد بتاعت الصور ديت مختلفه. ليه؟ هتلاقي صور مثلا 1920 في 1080، هتلاقي صور 2048 في 1847، هتلاقي صور 1395، هتلاقي صور كتير قوي. ومن الحالات اللي انا بفضل انك انت ما تحطهاش لو انت مطلع لنفسك صوره اي اي، ما تحطهاش تاني. يعني دي كانت صوره اي اي ليه، ما ينفعش انا مرن اي اي على اي اي. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك قبل كده، انت عينك شايفه نفسك ده انا، ولكن الحقيقه يعني مثلا لو انا وريت حد من قرايبي الصوره دي هيقول لي لا ده هو مين ده. فانت خلي بالك من النقطه دي، هتمرن بيها الاي اي النتائج هتطلع بنفس النتائج دي. يبقى ده كده الجزء الاولاني بتاع الحاجات اللي انت لازم تعملها. بالنسبه للابعاد يفضل يفضل يفضل، لان كده كده الموقع بيقص الكلام ده تاني، فقصه انت علشان تتاكد انك انت متسنتر في النص ل 1024 في 1024 زي ما انت شايف هنا. انا مسنترهم كلهم فوتوشوب، لان انا لو سبته هو اللي يقص هيقص مثلا يجيب ان انا وشي نصه يمين فاصل، نصه يمين مش موجود، هياخد الجرين سكرين مش هياخدني انا، فانا بقصهم فوتوشوب. الصور دي كلها 1024 في 1024، مش فارقه المساحه بتاعتهم، الصوره مساحتها 140 كيلو بايت. خلاص كده يبقى الصور لازم تبقى 1024 في 1024. بعد كده بتقوم جاي حاططهم كلهم في زيب فايل، مش في رار. لو رار مش هيشتغل، لازم يبقى في زيب فايل. طب اخليه زيب فايل ازاي؟ لما بتسلكت على كله بتدوس كليك يمين واد تو اركايف، هنا هتلاقي في اد تو اركايف رار وزب. يفضل انك انت تحطها في زيب فايل. جميل، هيطلع لك النتيجه بتاعتك هنا. ندخل بقى على الويب سايت. دي النتيجه اللي انا كنت طلعتها قبل كده، زي ما بقول لك هي خدت خدت دقيقتين بس علشان تخلص، دقيقتين و9 ثواني بتكلفه $1.20. ازاي انت اصلا بتدفع؟ انت بتستخدم الكريدت كارد او بتستخدم اي وسيله من الوسائل اللي انت عايز تدفع فيها. هنا في الاكونت سيتنج مثلا لما بتدخل جوه البيلنج هنا وبتبدا تمانج بيلنج، الجزء اللي موجود هنا دوس عليه وهتلاقيه هنا جايب لك التفاصيل اللي انت عايز تعملها. فانا حاطط هنا الكريدت كارد بتاعتي اللي انا بستخدمها، وتقدر تحط اد بيمنت ميثود. اوريك الطرق اللي انت ينفع تحطها. ينفع بالكارت، ينفع كاش اب، ينفع تستخدم الاكونت بتاع البنك على طول بتاعك لو في امريكا، وتقدر تستخدم حاجه اسمها سيبا ديبت. ولكن يعني الحاجه الوحيده اللي متاحه عندنا في مصر هي انك انت تستخدم الكريدت كارد بتاعتك او الفيزا كارد يعني. خلاص تعالى بقى نرجع باك تاني. انت هتدخل على اللينك اللي في الديسكربشن. اللينك اللي في الديسكربشن انا سايب لك المكان، او لو انت عايز بتكتب كلمه فاست فلوكس ترينر هنا في السيرش بتاع موقع ريبليكانت، هتلاقي فاست فلوكس ترينر، هتلاقيه بيقول لك هو بيستخدم ايه عشان يمرن، وهتلاقيه بيقول لك التكلفه بتاعه الحاجه اللي انا بعملها ديت. بعد كده هو هنا مديك اصلا حاجات شرح ازاي تعمل البروسيس دي. اول حاجه انت بتعملها بتدوس على كلمه سيلكت موديل، كرييت نيو موديل، وتسمي الموديل بتاعك. ده مش هتفرق قوي، ولكن ده بس عشان يبقى متسجل على الموقع ده اسمه ايه. فانا ممكن اسميه شريف لورا مثلا. جميل. ويفضل انك انت تخلي كل حاجه لازقه في بعض، وتخلي مثلا الحروف، لو انت بتستخدم بايثون هتبقى عارف البريفكس بتاع الحاجات دي بتبقى عامله كده ليه. المهم هتسمي الاسامي بالشكل دوت او تسميها انت حر. المهم تيجي هنا تخليها بابليك او برايفت. لو انت عاملها العميل هتخليها بابليك. ليه؟ لان البرايفت بص صعب جدا انك انت تطلع لينك. ينفع تطلعه بس صعب قوي. يعني انا كنت عامل واحد لواحد صاحبي وكنت عايز اديله النتائج من برايفت، طلع عيني يعني. ولكن كبابليك سهل جدا، انت بتديله اللينك بعد ما بيخلص خلاص كل الناس اصلا بتبقى عندها اكسس انها تنزل اللوره دي. البرايفت ينفع بس يعني تريكي قوي. تريكي انك انت تديها لحد، انت ممكن تحمل انت بقى اللوره وترفعها درايف وتديها للشخص. بعد كده بتاخد يعني بص دي ما فيهاش اسهل من كده. تعال بقى نقفل تاخد الملف بتاعك دوت وتقوم جاي حاطه هنا، هياخد الملف على طول. خلاص. بعد كده تيجي هنا للتريجر وورد. تعال اقول لك بقى، تعال نقفل الكلام دوت. عند التريجر وورد هنا انا واحد من الناس بستخدم SOW، كلمه ملهاش علاقه بالانجليزي. اهم حاجه ما تستخدمش كلمه
انجليزيه، استخدم كلمه غير انجليزيه. يعني لو مثلا ما تسميش اللغه بتاعتك مان، طب ما في مليون مان، ايه المميز في الكلمه ديت اللي تتريجر اللغه بتاعتك؟ فدايما استخدم حروف كابيتال، معناها ان هو ما بيقراهاش ككلمه، بيقراها كحروف. فاس او دبليو انا اعملها شريف ون واي مثلا. انت ممكن تسميها اللي انت عايزه، المهم انه ما يبقاش اسم اجنبي او اسم ليه حاجه ممكن تطلع لك نتيجه لو لوحدها. بعد كده بتختار هنا سبجكت ولا ستايل. انا هنا بنختار سبجكت طالما بني ادمين، طالما منتجات، طالما حيوانات، اي حاجه بتستخدم سبجكت. انما لو ستايل، لو انت عايز بستايل انمي، عايز بستايل اقلام رصاص، انت عايز تمرن الستايل بتاعك، بتدخل على كلمه ستايل هنا. ولكن احنا عايزين نعملها على سبجكت. هنا في الشو ادفانس هو مفيش غير التريننج ستيب، ولكن خلي بالك من النقطه دي كويس قوي قوي. لو انت زودت في الماكسيمم تريننج ستيبس، لو خليناه مثلا 3000، هو هيمرن ال 1000 وهيمرن 2000 وهيمرن 3000، مفيش مشكله. بس هنا مفيش ستوب، مش هيديك سيفد تشيك بوينت او سيفد للويتس في النص، لان ده مش لوكال، هو هيديك النتيجه اللي طالعه في الاخر على طول. انما لو انت موجود على اللوكال هتقدر تقول له مثلا كل 1000 سيب لي نسخه من اللورا. لان انا لو عملت حاجه اسمها اوفر ترين، الصوره هتطلع وحش. اوفر ترين يعني انا مش كل ما اقول ايه طب ما مرنها على 3000 اكيد الصوره هتطلع جودتها اعلى، لا ما بتمشيش كده. ممكن تاوفر ترين فالنتيجه تطلع معاك مش كويسه. نفس النظام ممكن تعمل على ستيبس قليله وبرضه النتيجه ما تطلعش معاك كويسه. الديفولت هنا في الويب سايت 1000، وبصراحه انا ما شفتش منها حاجه وحشه. عايز تشوف انت تجرب خليها 2000، ولو النتيجه مش حلوه خليها 1500. النتيجه طلعت حلوه يبقى هي ديت، بس اعرف انك انت كل ما بتزود كل ما بتدفع فلوس اكتر. يعني لو ال1000 ستيب بياخد دولار و20 سنت، فال2000 هياخد الضعف، هياخد 2 دولار ونص، وهكذا وهكذا وهكذا. فكل 1000 ستيب احسبها انت كده حسب، كل 1000 ستيب بتاخد دولار 20. بالنسبه للسيد انا يفضل انك انت ما تغيرهاش، لانك انت كده ما انت كده هتستخدم راندوم سيد جوه فلكس جوه كونفي. لما تيجي نستخدم كونفي يبقى انت كده خلاص كل كده الحاجه معاك تمام، ما فيش اي مشكله، وتقوم جاي دايس على كلمه كرييت تريننج. اول ما بتدوس كرييت تريننج هيقوم جاي مديك نقلك على اللينك ده، هيجيبك هنا. اول لما بيجيبك هنا كل اللي عليك انك انت بتدوس على كلمه اي دي، وهتلاقي هنا بيقول لك ان التريننج دون. عندك حاجه من الاثنين، لا تران انت الموديل وتستخدم الموديلز بتاعتهم هم علشان يعمل لك اسمه ايه ده، يطلع لك صور، يا اما تدوس على كلمه داونلود ويتس وتستخدمها انت عندك على الجهاز. خلاص يبقى احنا كده خلصنا البروسيس بتاع التمرين اللورا بتاعتنا. زي ما قلت لك 2:09. تعال بقى نجرب اللورا بتاعتنا. زي ما قلت لك النتيجه كويسه قوي، والافضل والحلو في الحوار ده ان احنا المره دي بنستخدم نانشاك دوت. تخيل كده ان الصوره دي بالجوده دي كده، يعني دي اب سكيل، الصوره معمول لها اب سكيل، ودي العاديه ودي الفيرجن الاب سكيل منها. تتوقع معايا ان الصوره دي واخده قد ايه؟ الصوره دي يا سيدي واخده 31 ثانيه كلها على بعضها بالاب سكيل. ده اللي احنا فيه دلوقتي. الجهاز مش قوي باي حاله من الحالات. الكارت اللي موجود عندي على الجهاز ده 3080 10 جيجا في رام. الرامات عندي 32. البروسيسور اي 9 108K. تمام. فده كده انت يعتبر جهاز ميد رينج زي ما بنقول. لا انت في العالي قوي الحاجات ال 16 وال 24 في رام، ولا انت في القليل قوي 6 و4 جيجا. انت في العشرة، في الحاجه اللي في النص كده، في الوسط. فانك انت تطلع النتيجه دي الاب سكيل ياخد 8 ثواني والصوره العاديه تاخد 13 ثانيه. 8 ثواني و13 ثانيه يعني 20 ثانيه، وباقي الثواني ديت النودز بس عماله بتنط من هنا لهنا. لكن لو انت عايز تعرف الوقت الحقيقي اللي الحاجه طلعت فيه، 21 ثانيه. الصوره دي طالعه في 21 ثانيه. حلو. تعالى اوريك لايف. دلوقتي احنا كل حاجه عندنا جاهزه تمام. انا ده البرومبت بتاعي اللي انا بستخدمه. زي ما انت عارف انا بستخدم البرومبت هنا من البرومبت ميكر بتاع الاي اي ستوديو اللي انا عامله بالانستراكشنز اللي انا مديها له هنا. تعالى ممكن نقول له هنا، انا قلت له هنا خليه في الفضاء ولابس بدله فضاء. تعالى ندوس كلمه رن وهيما هيديني البرومبت على طول من غير اي رغي ومن غير اي حاجه. انا بديله في الانستراكشن هنا ان انا اي حاجه اديها لك انت تعمل لها انهانس وتديني النتيجه على طول.
ودي النتيجه الجديده بتاعه رائد الفضاء. تعال ناخدها كوبي، تعال نحط النتيجه هنا، وتعال ندوس على كلمه رن ونشوف الموضوع سريع زي ما انا قلت لك ولا انا بضحك عليك. ان ريل تايم، انا مش عايز اسرع المره دي، احنا دخلنا هنا وزي ما انت شايف ده كده ان ريل تايم. وادي الصوره بعد ما خلصت هنا، هو يقول لك هنا خدت 12 ثانيه. دي الصوره بتاعتنا، هي كويسه جدا، ولكن هتدخل هنا في حوالي 8 ثواني برضو زي ما انا كنت قلت لك، علشان يدينا صوره بالتفاصيل الرياليستيك مش بالصوره بتاعت الديتيلز الاي اي دي. يعني دي بتفرق جدا جدا وانت بتطلع نتيجه الصوره. شايف التفاصيل الصغيره، شايف الجزء بتاع الوش، المسام، الحاجات دي كلها دي بتفرق جدا جدا جدا. ان الصوره من اي اي السكن تحس ان هو بلاستيك لصوره حقيقيه انت. فهمت الفكره؟ فبالتالي انت تقدر تحط اصلا الصوره في وضعيات مختلفه. الصوره دي كلها خدت 37 ثانيه، وزي ما قلت لك مش 37 ثانيه، ادي 12 وادي 9. جميل. تعال نغير الريزولوشن عشان برضو ما يبقاش انت شايف ان كل حاجه مربع. تعال نعمل بدل ما هي مربع هنا هنخليها 16 سليم فيرتيكال هنا. تعال ندوس ران مره كمان. زي ما انت شايف تقدر تعمل الريزولوشن اللي انت، انا عاجبني ان انا مندهش قوي ان انا في الفضاء، يعني اللي هو ايه يا عم اللي احنا فيه ده. وزي ما يعني انا احسن حاجه ان انا مش بأديت الفيديو وانا بوريك صور على فلكس بجوده شبه 2K يعني فوق. ودي النتيجه اللي طلعت برضو. اهم حاجه بدل ما تبقى الحاجه اي اي كده، لا، ان الحاجه تبقى رياليستيك في اقل من 15 ثانيه. محدش يعرف اللي ده اصلا. المهم، ده كده بالنسبه لكل حاجه تخص اللوره ديت. دي الورك فلو بتاعتي انا اللي عاملها دوشه قوي، بس عامل فيها كل حاجه. يعني انا مثلا لو انا عايز لود ايمج، عايز اعمل انبنت، عايز كنترول نت، عايز اب سكيل، عايز فلورنس، عايز ريدوكس، عايز استخدم الموديل القديم، عايز اعمل اللي انا عايزه. ديت اللي هي اول ان وان، انا بحب استخدمها دايما. اللي انا عايزه بقفله، اللي انا عايزه بفتحه، وده اللي انا بريكومند انك انت تعمله. كرييت الورك فلو بتاعتك انت عشان تبقى عارف مين رايح فين. معظم الوقت الناس بتستخدم ورك فلو بتبقى منزلاها، وثلاث ارباع الوقت اللي بتستهلكه وانت بتطلع صوره لحاجات اصلا انت مش ما بتستخدمهاش، او حاجات اللي حاططها والراجل حاططها للكونديشن لحالته هو، مش للحاله بتاعتك انت. فبالتالي لو انت لقيت الصوره عندك بتطلع في دقيقه او حاجه، او بتطلع عندك في 3 دقائق او في 10 دقائق، والورك فلو دي شغال عند حد تاني بنفس الامكانيات بتطلع في وقت قليل، يبقى انت في حاجات كتير بتحصل انت مش عايزها. فانا مش عايز اطول عليك اكتر من كده. لو في اي حاجه اسالني في الجيميل، او ابعت لي في الشات بتاع باتريون، ابعت لي على الفيسبوك، ابعت لي في اي مكان. يعني انا كده كده موجود في اي مكان. فلو عجبك الفيديو زي ما اتفقنا بقى، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس. احب اشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، بجد شكرا ليكم جدا جدا جدا. اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.